كل واحد فينا بيختار له تشكيله، سواء جمهور الاهلي جمهور الزمالك، كل واحد فينا محضر القايمه بتاعته، رغم قلق المدربين، رغم التحذيرات الشديده من المدربين، رغم التحفظ اللي هيكون بين اللاعبين لان الجمهور المصري سواء اهلاوي او زملكاوي محدش فينا نام الساعات الاخيره. ليه؟ لانها مباراه عليها علامات استفهام. النادي الاهلي مش عايز يخسر، لان في يعني مش هقول طار، لينا تاريخ قديم من 30 سنه، كان سوبر افريقي بين الاهلي والزمالك، واستطاع الزمالك انه يقتنص البطوله من النادي الاهلي. النادي الاهلي عايز يمحو الماضي ويضم السوبر ده للقضيه ممكن اللي حضراتكم كلكم شفتوها وعرفتوها. جماهير نادي الزمالك مبسوطه جدا من الثقه الزايده بتاعت جماهير النادي الاهلي وتصريحات اللاعبين القدامى، وعمال يقول احنا معانا زيزو، معانا عبد الله السعيد، ومعانا ناصر ماهر، ومعانا احنا معانا ربنا. انا راجل اهلاوي معانا ربنا. انا بنقل لك حاله قبل الماتش بساعتين او ثلاثه، يعني الساعه 6 ونص دلوقتي او 7. انا عايز اقول لك ان دي مباراه يا جماعه ملهاش توقعات ابدا، ملهاش توقعات. ايا كان جاهزيه كل فرقه والله ما لها توقعات، بدليل لو تفتكروا انا واحد من الناس سمعت مباراه الستة واحد، كان الزمالك بسم الله ما شاء الله من افضل السنين اللي ادى فيها كوره في ال 25 سنه او ال 30 سنه اللي مروا علينا. كان عبد الحليم علي، وكان حسام حسن، وكان جمال حمزه، وطارق السيد، ووائل اباني، وبشير التابعي، ورضا سيكا، ومين تاني يعني، محمد صبري، وكان حسام ابراهيم. يعني انت بتتكلم عبد الواحد السيد وعبد المنصف نادر السيد، انت كنت تتكلم في كتيبه لاعبين نادي الزمالك اللي كان بيلمحوه بيمرجحوه. ده حقيقه. ايه اللي حصل؟ النادي الاهلي دك نصف دستة في شباك عبد المنصف عبد المحمد عبد المنصف. وبرضه فتره من الفترات كان النادي الاهلي ولا الحمد لله ما كانش فيه اي خوف علينا، وجينا اتلسعنا في الدوري. كنا متقدمين واحد، وجينا اتلسعنا هدف التعادل في 43 واول ربع ساعه في الشوط الثاني وناموا على المباراه. اذا انا عايز اقول لك انت كمشجع سيبها لله. ثم الحاجه الثانيه اقدام اللاعبين. الحاجه الثالثه دي مباراه المديرين الفنيين، مفيش حد فينا يقدر يقول تشكيلي كذا، انا بقول البديل ينزل فلان ويطلع فلان. محدش هيكون اقدر وادرى واذكى من المدرب في الوقت ده. احنا كل واحد فينا عنده وجهة نظر بنقدرها وبنحترمها، لكن المباراة دي هي مباراة المفاجآت. من شوية إصابة نجم حارس الزمالك اللي هو محمد صبحي، جماهير الأهلي زعلت لأن الولد ده بكل احترام والتقدير بيرتبك، بيظهر عليه علامات التوتر والقلق من تصويبتين ثلاثة والرابعة تيجي هدف. غير الولا محمد عواد، حلو توقعه حلو في الكوره، يعني ركلات الجزاء بصد، لو راح عليه ثلاث كور بصد 8 منهم. انا عايز اقول لك ايه، الصد عنده باتنين. فاحنا ما نعرفش القدر مخبي ايه، لكن اللي احنا نعرفه ان شاء الله خبره لعيبه النادي الاهلي، يعني الروح والاصرار والعزيمه، زئير جماهير النادي الاهلي، خبره السنين بتاعه يعني قائمه النادي الاهلي اللي هي بقى لها بسم الله ما شاء الله. يعني احنا تقريبا من 2018 2025 بنتكلم في 8 سنين. قفشه موجود، رامي ربيعه موجود، ياسر ابراهيم موجود، مفيش حد يعني ايه جديد على التاني غير يحيى عطية الله و اشرف داري اللي هو اللاعب المغربي. احنا بنتكلم في ايه؟ بنتكلم في فرقه قوامها محفوظ ومعروف، مفيش الا ديانج طلع ومحمد عبد المنعم. النهارده بقى بص على الزمالك هتلاقي فيه ايه؟ في اضافات جديده. فالمدرب محتار يلاعب الطقم القديم ولا يضيف في الجديد ويريح بعض اللاعبين. طب ما لعبش شيكابالا له فتره، والماتش ده خلينا واقعيين حرفيا. يعني شيكابالا لما يكون في حالته بيعمل له يعني شويه قلق، ربما بيسجل كل فتره في وقت القمه هدف، الا انه برضه بيعمل قلق. لاعب لو هنقول كلمه ترضي ربنا سبحانه وتعالى ما ينفعش نقلل منه. لو كان في الاهلي كنا قلنا كلمه زي كده برضه حلوه، بغض النظر عن برضه ايه التصرفات اللي بتغضب جماهير الاهلي منه، ولكن هو في الاول وفي الاخر يقدر يدي كوره ولا كورتين في الماتش بيكونوا يعني مؤثرين. المدرب في حيره،
مدرب الزمالك، لكن كولر بخبرته بذكائه، تحفظ شديد، حقه برضو يمتص غضب او يمتص حماس لعيب الزمالك، يقدر يموت الماتش على كيفه ويشغله على كيفه. ده اللي احنا باذن الله هننتظره من مارسيل كولر، عشان المباراه دي هي مباراه المكسب باي نتيجه، مش عايز نروح للوقت الاضافي. قلت وجهه نظري في 5 دقائق، بشكركم جدا، انتظرونا في وقت قادم باذن الله، بفعل الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.